لم تمنع التحديات الدينية والاجتماعية الإماراتي حسن محمد من تحقيق حلمه في أن يفتتح أول مكان مخصص لخدمات الرعاية والعناية بالكلاب من فئة ال5 نجوم في إمارة دبي. المزيد في هذا التقرير. منذ نعومة أظفاره والإماراتي حسن محمد يعشق الكلاب وتربيتها، وكان حلم تأسيس مكان يقدم لها خدمات من فئة ال5 نجوم على غرار تلك الموجودة في أوروبا يراوده خلال الأعوام الماضية، حتى جاء الوقت الذي كان فيه قادرا ماديا على تأسيس هذا المكان، والذي يعتبر بمثابة ناد اجتماعي وترفيهي للكلاب، ففيه تتمكن هذه الحيوانات الأليفة من التواصل مع بعضها البعض وتناول الطعام الصحي، إلى جانب الاستمتاع بخدمة الإقامة الفندقية في غرف مكيفة. من صغري وأنا أربي الكلاب، فبعدين لما كبرت قلت سمونا، قلنا بنربي كلاب مدربة مطيعة، كنا مثل صغار، كنا نقول مثل الإنجليز، الكلاب الإنجليز كيف مرباية مدربة وهذا. فقلت أنا بسوي شيء أتعلم منه وأعلم الناس المواطنين وغير المواطنين كيف يقدرون يتعاملون مع كلابهم، كيف يربون الكلاب. وتأتي إلى هذا المكان عشرات الكلاب يوميا، حيث تلقى الرعاية والاهتمام اللازمين. فبعض أصحابها يأتي بكلبه بغرض الاستفادة من خدمات التزيين مثل قص الشعر وتقليم الأظافر وتنظيف الأسنان، والبعض الآخر مثل إيفان الذي جاء بكلبه بغرض تدريبه على تلقي أوامر الطاعة وتطبيقها بدقة. كلبي جيد ومتعلم، ولكن يصعب عليه التواجد مع الناس والكلاب الأخرى، وكان من الصعب السير معه في الخارج، ولذا جئت به إلى هذا المكان. كما يقدم المركز خدمات التدريب على الحراسة على يد متخصصين، وتتراوح أسعار الدورات ما بين 1000 و2000 دولار. يجب عليك أولا أن تعرف سلوك ومزاج وحركة الكلب، لأنه من المهم أن تكون قادرا على التفاعل والتواصل مع كلبك في كافة الأوقات. وبلغت تكلفة هذا المشروع ما يقارب من 300,000 دولار، ويسعى حسن مستقبلا إلى افتتاح حديقة خاصة بالكلاب ليتمكن الناس من اصطحابها إليها، الأمر الذي لا يسمح به في الحدائق العامة بالإمارات. محمد دقامسة، روسيا اليوم، دبي.